بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناه شهيوات فاطمه الزهراء. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد السلو بطريقه صحيه، ما فيه لا الزيت لا الزبده. غنبداو بالمقادير ان شاء الله. كنحتاجو في المقادير اللوز، كندخلوه للفران حتى كياخذ بحال هذا اللون، هذا اللون خفيف ما كنحرقوش. من بعد كنطحنوه، هو هذا عندنا كيلو كنطحنوه حتى كنحصلوا على هذه العجينه هذه. وعندنا كيلو ديال الزنجلان حتى هو كنحمرو شويه في الفران، ها هو كياخذ لون خفيف. من بعد كنطحنوه كنحصلوا على هذه العجينه هذه. وعندنا كيلو ديال الدقيق، عندنا نص كيلو ديال الفرينه، وعندنا نص كيلو ديال القمح الكامل. كندخلوه للفران حتى كياخذ هذا اللون هذا، ما كنخليوش حتى كيتحرق. كنوقفوا على الفران حتى كنحمروا حتى ياخذ اللون خفيف شويه بحال ما هكا. وعندنا الرابعه ديال السكر الثقيل، هو هذا غنكتفيو بالرابعه غتكفينا. عندنا 2 معالق كبار ديال القرفه، عندنا 3 الحبات ديال المسكه الحره كنطحنهم مع شويه سنيده وشويه ديال الملحه، راس ديال المعلقه ديال الملحه. عندنا معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، ها هي. عندنا 2 معالق كبار ديال النافع كنطحنوهم مزيان. وعندنا هنايا اللوز كنسلقوه، كنديروه في الماء بارد ولا في الماء سخون، كنديروه حتى كيقرب يغلى. كنطفيو عليه وكنقشروه. ملي نقشروه كنفرشوه في واحد المنديل حتى كينشف فيه، كنخليوه ليله كامله حتى كينشف مزيان. وكندخلوه للفران حتى كياخذ هذا اللون. كندهنوه ب2 معالق كبار ديال الزيت وكندخلوه للفران حتى كيتحمر، ما كنغفلوش عليه حتى ياخذ هذا اللون هذا. وناخذ منه الرابعه كنهرمشوها، ما كنطحنوش بزاف، ها هو بهذا الشكل هكا، ما كنطحنوش مزيان. غندوزو لطريقه التحضير. بسم الله. كنبداو بالدقيق ساهله. كناخدو اللوز ندير الزنجبان، نجمعو كلشي بمره. كنديرو القرفه، كنديرو مسكه حره، النافع، وحبه حلاوه. كنديرو السكر، وكنخلطو. بسم الله. كنخلطوه مزيان. ندخلو هاد الدقيق كامل، دابا كنزيدو اللوز، الزنجلان،
ندير نص منه كنخلطو. ما كيحتاجش فيها حتى خدمه ولكن زوين كيعطي نتيجه مزيانه. كنتمنى تجربوه وتنجحوا فيه وكندلكوه مزيان باش يعطينا النتيجه اللي بغينا. ها هو صحي وكاين هاد الزيت هاد الزبده كيعطي نتيجه مزيانه. كيبغي شويه الخدمه وكنخلطو مزيان. هانتوما شفتوا طلقت الزيت ديال اللوز والزنجلان دابا رطاب خلطنا مزيان. ها هو كيفاش كيخرج في الاخير. كنتمنى تجربوه ويعجبكم وتنجحوا فيه، وما تنساوش تشاركوا معايا في القناه ديالي باش يوصلكم الجديد. المقادير غتلقاوهم في اسفل الفيديو. وشكرا.